فاكر اللقطة بتاعت التجربة الدنماركية لما قالت مبسوطة كان كله مبسوط ازاي؟ حبيت اصور بس مدى الغزو الثقافي اللي احنا غرقانين فيه، واللي في نفس الوقت انعكاس لتواجد العلوم فين وبأي لغة، واللي للأسف بنحتاج لهم علشان نواكب التطور، او اللي مجتهد مننا يضيف ليه او يستفيد منه. وللأسف الاحتلال الثقافي موصل لنا لمرحلة من الدونية ان اللغة في حد ذاتها اتحولت من وسيلة لقياس مستوى الرقي اللي اصلا لا يقاس بالمادة من الاساس، مع ان الخوارزميات اللي مبني عليها كل تطبيقات السوشيال ميديا اساس العلم بتاعها الخوارزمي عالم عربي عراقي من 800 سنه وبيحاسبوك على الكوبي رايت بتاع اغنيه. طب بلاش، انت عارف ان الدكتور حاتم زغلول مخترع مصري كندي هو مخترع التقنيه اللي مبني عليها الواي فاي؟ نرجع لموضوعنا. ليه احنا لما اجنبي بيتكلم عربي مكسر بيبقى كيوت، ولما عربي بيتكلم انجليزي مكسر بيبقى يع؟ طيب التجربه دي مريت بيها من فتره، كنت في اجتماع مع ممثله شركه امريكيه في شغل، فبعتذر عن التعبير بالانجليزي انه مش بالمستوى الجيد، بس وصل الرساله او الهدف المطلوب. كان الرد صاعق منها بصراحه. قالت لي انت عندك مميزات انك معاك لغتين، انا للاسف انجليزي فقط. اللي حابب اقوله الانجليزي مهم بس مش مقياس.